يعني دي تانية أو تالت مرة أسجل الفيديو، مش عارف ايه. الكاميرا مش عايزة تسجل الفيديو. السلام عليكم، صباح الخير. ايه الاخبار؟ عاملين ايه بقى؟ على حسب بقى ما تشوف الفيديو ده، انا مش عارف هو هينزل امتى. المهم، موضوع الجو الغريب عندنا في مصر اليومين دول. يعني بنشوف 3 فصول في اليوم، ويعني قريب هنشوف 4، يعني الله اعلم. فموضوع ان انت بتبقى صاحي من النوم مثلا الجو ساقعة وبرد وبقى ولابس لبس تقيل وبتاع ومش عارف ايه، وعلى الظهر تلاقي نفسك مصيف ولابس حاجات بنص كم، وبرضه يعني حاجة غريبة. وعلى اخر اليوم اللي هو المغرب مثلا حاجة تلاقي نفسك مشتي تاني وبتعيد نفس الموضوع. فالجو غريب يعني. وموضوع حبوب اللقاح ده يعني غريب بيعصبني شوية. فما علينا. انا بحب الشتاء جدا، بس مش عارف الشتاء السنه دي كانت صعبه شويه عن السنه اللي فاتت. الجو كان فعلا صعب. المهم، احنا يعني متعودين ان احنا نصحى من نومنا نشوف الكلام على ايه ونعمله. فمفيش ترتيب لليوم، مفيش اولويه للحاجات اللي انت عايز تعملها في يومك، وبتبص تلاقي يومك يعني ايه خلص بسرعه، وانت مش عارف هل انت عملت الحاجه اللي كنت عايز تعملها ولا لا. فازاي اصلا يعني تتغلب على الحته دي، ازاي تعديها وتبقى ايه في اداره او في تنظيم للوقت. بص، اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت مطالب ان انت تجهز الحاجات اللي انت هتعملها في يومك من قبل ما يبتدي. ده لو انت حابب، يعني هو الافضل انت تجهز. يعني مثلا يا اما من بالليل، من قبلها من بالليل، يا اما الصبح اول ما تصحى الصبح تشوف انت عندك كام حاجه عايز تعملها. مثلا 3 او 4 حاجات. يعني مثلا انا عندي انا مثلا هسجل فيديو، ايه، همنتج فيديو، هرفع فيديو، مش عارف هعمل ايه، هكتب سكريبت، هذاكر شويه، هقرا شويه. ففي كام حاجه انا بعملهم. فالحاجات دي لو انا بعملها بس عشان انا شايف ان انا فاكرها في دماغي، فممكن اعمل حاجه او 2 منهم والباقي انساه، او اخش بقى في دايره تسويف، والاقي نفسي ماسك الموبايل فانشغلت بيه، الاقي نفسي حد رن عليا او كلمني او بعت لي مسج، فخلاص انا مش عارف اصلا هو انا كنت هعمل ايه. فاللوب بقى المتكرر ده كل يوم، بص عشان تعدي منه، لما تصحى من نومك الصبح شوف يعني تشيك ليست، تو دو ليست. يعني عشان تعمل تشيك ليست بسيطه جدا، ممكن ورقه وقلم او نوت على الموبايل، او ملف وورد على يعني على الكمبيوتر، يعني او جوجل شيت. بص، اي حاجه انت عايز تكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تعملها في يومك اكتبها. عايز تكتب ورقه كده وعلقها على الحيطه عندك، هيبقى افضل بكتير قوي ان انت تكون في قدام عينك، في مرمى عينك، في كل ما انت شايف الحاجات اللي انت عايز تعملها او الحاجات اللي انت هتنجزها في اليوم ده، فاوتوماتيكلي هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات دي وانت مش حاسس. وهتستغرب ان اليوم يعني ما خلصش منك زي ما انت كنت بتتخيل، او زي ما انت كنت عارف ان اليوم بيجري منك وبيخلص وما بتلحقش تعمل حاجه. وبتبص تلاقي نفسك حتى ما عندكش وقت تخرج او تروح الجيم، او تخرج مع صحابك، او تروح تقابل حد مش عارف ايه. فكل الحاجات دي يعني حلوه قوي. زي ابسط حاجه، يعني ايه، انت عايز تبقى هيلثي دلوقتي وتاكل اكل صحي ومش عارف ايه، بس انت كل الحاجات المحيطه بيك بتوحي لك ان انت يعني ايه، مش فاضي، مستعجل، فانت عايز تاكل اي حاجه بسرعه. فتروح تلاقي نفسك تطلب اوردر من ماكدونالدز او طلبات او اي حاجه. فالحاجات دي هي الازمه. ان انت، انا مثلا عايز اشرب دلوقتي، فانا ما انا مش شايف الميه جنبي عشان مثلا اقوم اشرب، محتاج اروح المطبخ، فلسه مشوار، يا لا هروح المطبخ وهجيب واشرب ميه لا يعني. طب انا بعمل ايه عشان اتغلب على الموضوع ده؟ لان انا كسول في الحته دي شويه. انا حاطط الزمزميه بتاعتي او الازازه او الكوبايه بتاعتي في مرمى عيني، يعني قصاد عيني كده، عشان او قدامي، بحيث ان انا لما ارمي عيني يمين او ابص يمين كده الاقي الميه، افتكر ان انا كنت عايز اشرب، فاشرب مثلا كل نص ساعه، كل ساعه، على حسب زي ما انت حابب يعني. وضيف على ده، كل ما هتصحى بدري، كل ما هتلاقي يومك فيه بركه وفي خير في. يعني الوقت، عارف انت الوقت بتحس ان هو بيتعمل له استرتش، بدل ما هو 24 هيبقى 48 ساعه. موضوع الصحيان بدري ده بيفرق جدا في يومك، بيفرق معاك في حياتك بشكل عام. بتبقى فايق، قايم، يعني ايه، تحس ان انت كده عندك باور وطاقة، عايز تطلع، عايز تنتج.
فالصحيان بدري فعلا مفيد. جربوا الصحيان مع التشيك ليست البسيطه دي اللي انت بتعملها في يومك يعني ساعات ما يبتدي. بس وجرب، جرب كل حاجه، وممكن ما تنفعش وكل حاجه ممكن تنفع وتفيدك يعني، لان النفع كله يعني الحاجه اللي انت جرب، والحاجه اللي بص يعني خليك انت يعني ايه راهن التجربه. والتجربه ممكن تفشل ممكن تنجح، فجرب وشوف الحاجات اللي ممكن تنفع معاك وتفيدك واعملها وخدها. كمل بقى، خليها تكمل معاك في حياتك بشكل عام. فبس ده كل الفيديو يعني، ده كل موضوع الفيديو. بس ما تنساش بقى يعني، ما تحرمناش من اللايك والكومنتس والشير وبس. يلا، السلام عليكم.